الخطأ الأخير اللي عمله الأستاذ من وجهة نظري يعني إن هو أطلق العنان للإخوان المسلمين وقال لهم يعني دي بلدكم اتصرفوا فيها. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. الخطأ الأخير اللي عمله الأستاذ من وجهة نظري يعني إن هو أطلق العنان للإخوان المسلمين وما كانش قصده إن هم يحكموا، هو كان قصده إن هو يقفوا ضد الشيوعيين والقوميين العرب الناصريين، لأن كان في مؤتمر قوى شعبية وكان مؤتمر في الجامعة وكان في طلبة هناك وكان مؤتمر ناجح جدا وجمع الناس وجمع مصر كلها وجمع النقابات وكان مؤتمر جيد، مش كان في حراك سياسي، مش ما كانش هزار يعني. فهو في مواجهه هو ما عندوش قوه يستعين بيها، ما عندوش، فهو راح اطلق عنان الاخوان المسلمين واطلق لهم السلاح كمان يعني في المنيا واسيوط والحاجات دي. انا كنت بسمع حاجات من اخوان مسلمين يعني حاجات عشان يعني عيب انها تحدث في مصر، عيب انه مثلا كانوا يمسكوا الأقباط اللي الشطار في الجامعه وعايزينهم ما يطلعوش الاوائل، فيعملوا ازاي؟ يربطوهم بسلاسل في الاسره عشان تاني يوم ما يروحوش الامتحان مثلا. او مثلا ان واحد اخ مسلم مش يستأذن عشان يدخل لرئيس الجامعة، انما يضرب برجله في الباب بيتفتح. يعني اعتبروا نفسهم الدولة. عيب مننا كمصريين ان احنا نعملها، وعيب كرئيس دولة ان هو يقبلها. لكن هم ترك لهم كده ومحافظين تركوا لهم كده وخربوا البلد. يعني بالعربي كده الفترة دي كانت خراب، جابت خراب لمصر. يعني بلا شك ان حسني مبارك ورث مصر تعبانه، ورث مصر تعبانه جدا، وهو ضعيف وما كانش عايز، يعني هو مش ثوري، فركنها كما كانت ومعين الامور 30 سنه. يعني ال 40 سنه بتوع السادات ومبارك طبعا جابوا ورا مصر لورا فعلا، مش عايزه كلام. يعني السيسي لما استلمها عريانه، ما استلمهاش متغطيه، يعني استلمها تقريبا تعبانه، يعني عيانه، بلد عيان، وبلد عيان وبعدين فيه ارهاب. يعني صعب، مش سهل على حكم مصر، وان هو اعادتها الى كيانها الاساسي، دوله محترمه. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.